السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ديالنا ديال سان سيباستيان، تشيز كيك ديال سان سيباستيان جربته. صراحة ما كنتش زعما نديرو، ولكن كان روعة. يلا منطولش عليكم ونخليكم مع الفيديو. عندي هنايا الجبن الماسكاربون اللي هو الاساس ديال هاد التشيز كيك. عندي هنايا خديت هذا ديال الماسكاربون. تقدروا نتوما تخدموا باي جبن، المهم انه ما يكونش فيه المذاق ديال الملوحه. تقدروا تخدموا حتى داك هادوك ديال السطيلات اللي تيتباع في بيم، حتى هذاك كيصلح. انا عندي هنايا 500 غرام، غادي تعبروا 500 غرام من اي جبن كيف قلت لكم بغيتو. غادي ندير قبيصه د الملحه ضروري هكا اللي تعدي الذوق. غادي نحرك هنايا هادشي مع 100 غرام ديال السكر اولا كاس لاروب. انا عبرت معكم بالكاس باش اللي ما عندوش الغرام، كاس لاروب ديال السنيده. كنحرك مزيان داك الجبن مع السنيده حتى كنحسوا بداك الحبوبات ديال السنيده دابوا في وسط داك الجبن. كنحرك مزيان مزيان مزيان. هو في اللوك يكون هكا قاصح، هكا عارفين الجبن تيكون في الثلاجه. صافي كنحرك مزيان كيف قلت لكم حتى كيذوبوا لي دوك الحبوبات ديال السكر مع الجبن. عاد ديك الساعه كنزيدو البيض هكا باش تعرفوا باللي صافي داب داك السكر. كتقيسوه هكا كتقلبوه غير بصبعكم هكا كتحسوا بان صافي داب السكر. من الاحسن هكا تستخدموا هكا شي سكر السنيده تكون هكا شويه رقيقه، كان احسن. صافي هنايا غادي نبدا نزيد البيض. كنزيد حبه بحبه، عندي 4 ديال الحبات ديال البيض. كندير البيضه الاولى، من الاحسن هكا ديروها في الزلافه لا تكون خاسره. ولا انا عندي هذا عند جديد كنت عاديه شاريه. كيف قلت لكم كديروا البيضه الاولى كتحركوا مزيان حتى كتنسجم لكم مع الخليط ديال الجبن. عاد كنزيدوا البيضه الثانيه وكنخلطوا بطبيعه الحال. صراحه هو دغيا كيوجد كيجي واعر صراحه. انا في الاول كنت متخوفه انه ما يعجبنيش ولا صراحه، ولكن كيجي رائع، خصوصا ملي كديروا داك المزيج ديال النكهات. حنا باقي غادي نديروا الفاني وغادي ندير قشور الحامض، ومن الاحسن الا كان داك الحامض الخضر كيجي صراحه رائع. وقلت لكم غادي نبقاو نحركوا البيض. كنزيد بيضه غادي بقات ليا البيضه الاخيره، غادي نزيدها حتى هي. من بعد عاد غادي نزيد النكهات ديالي. غادي ندير هنايا البيضه الاخرى وغادي نحرك. شتو كي كيولي المزيج كيجي ليس، كيجي رطب بزاف بزاف. صراحه كنصحكم انكم تكونوش بحالي قال لي باقا خايفه تجربوا، غير جربي على ضمانتي والله العظيم كيجي غزال 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 ما شاء الله صراحه زوين. انا عندي هاد الحامض دايره في الفريغو هذا الخضر. صافي غادي غير نحاولوا نحكوا غير القشره الفوقانيه، صافي غير الخضر صافي. الا ما عندكش هذا الخضر ديري صفر، المهم انك ديري شويه ديال القشور ديال الحامض. غادي نزيد انا ليكستري ديال الفاني. هنايا بعدا غادي ندير نص حامضه، نص عصير حامضه هكا عصرتها غير بيدي هكا ودرت يدي باش يحبسوا لي داك العظيمات في يدي. صافي تقريبا كيما قلت لكم نص حامضه، ما تحتاجوش بزاف. غادي ندير هكا ليكستري ديال الفانيا ولا النكهه د الفاني من الاحسن صراحه نخدم منها بالبيض. صراحه راكم عارفين الزفوريه د البيض وهذا هو اللي كيقضي عليه صراحه الله. واخا حنا دايرين قشور د الحامض والعصير د الحامض، ولكن حتى الفاني كتلعب حتى هي دور. صافي غادي نمزج كلشي مع بعضياتو. من بعد غادي نزيد لا كريم ليكيد. تقدر تكون حلوه تقدر تكون زعما ما تكونش حلوه ماشي مشكل. انا خدمت كانت عندي وحده ديال البيم وحده حلوه. انا غنعبر معكم بالكاس 300 مليلتر ديال ديال الكريم ديال لا كريم ليكيد. عندي هنايا كاس هاك شفتو عامر. وعاد غادي نزيد كاس لاروب ديالو اللي هو العبار بالغرام 300 مليلتر ديال الكريمه. شفتو كاس لاروب وكاس عامر حتى الفم، هي العبار ديال 300 مليلتر. صافي كنزيدو حتى هو. من بعد غادي نزيد 2 معالق كبار يكونوا ديال الطحين. 2 معالق كبار غادي ضروري ما غادي نغربلوهم في الغربال اولا في الصفايه. كنغربلوهم وضروري هكا ما نغربلو الطحين باش ما يبقاش لنا داك كويرات في وسط الخليط ديالي، حيت ما مستعملينش بزاف ديال الطحين. صافي غادي نمزج داك الخليط ديالي في داك الطحين مع هاد الخليط ديالي. هو داك الطحين كيخلي نتفاداو اي رطوبه اللي ممكن يخلي لنا داك الماء ديال الجبن. راكم عارفين الجبن ضروري ما كيطلق الماء. هنايا شديت مول عندي القطر ديالو 20 سنتيم على حساب نتوما شفتوا العلو ديال اولا السمك ديال السان سيباستيان ولا تشيز كيك ديالي. نتوما كتحكموا فيه بوتو غليظ بوتو رقيق على حساب شنو بغيتو. هنايا شديت البابي كويسون كمشتو هكا في يدي شي شويه باش هكا ملي كنكون كنلبسو في المول كتجيني ساهله. هكا درت الاولاني شفتوا بقى لي هنا الخوا تفاديا لاي التصاق كنزيد الاخر هكا في العكس ديالو.
كنقادوه مزيان، مزيان مع الجوانب، المهم كنقادوه مزيان، مزيان، من بعد عاد غادي ندوز باش نخوي الخليط ديال الcheese cake. صراحة ما نعاودش ليكم، أنا دابا كندير الmontage وتشهيت. شفتوا الخليط كيف كيكون، كيجي ليس هكا ملي تنخدمو هكا داكشي دقة، دقة، وبالأخص ملي تنديرو حتى البيض بشوية بشوية حتى داك الجبن ملي نضربوه مزيان مع السكر عاد ملي كيذوب كيجينا ساهل الصراحة تنتعبوش معاه بزاف، ولا تقدروا نتوما الا مبغيتوش ديروا بالفوي عادي ديروا كالراب الكهربائي. المهم انا خصو عاد الفران يكون سخون مزيان على 180 درجه، كيخدا ليا تقريبا 45 دقيقه، هو كياخذ ما بين 45 حتى ساعه. نتوما كتشوفوا ملي كنجبدوه كيكون هكا باقي محرحر كي كنقولوا، كنخليوه حتى كياخذ درجه الحراره ديال المطبخ، عاد كنخشيوه في الثلاجه ميم با واحد 4 سوايع حتى 6 سوايع الا كان احسن. الا خليتوه ليله كامله كيجي روعه، كنصحكم انكم تجربوه. غادي نديمو ليه دابا معكم من بعد ما برد، صراحه ما نكذب عليكم ما صبرتش عليه، خليته 4 سوايع لا اقل. واخا هكاك هو شتو شاد راسو، خليته انا درتو في الاول في الثلاجه، عاد درتو في الفريغو باش يشد راسو اكثر دغيا. صافي غادي ندوز باش نقطعو معاكم باش تشوفوا كيجي كريمي، كيجي ليس. أنا دابا كنحيد داك البابي كويسون، شوفوا كيزول بسهولة هاكا. خصكم من الأحسن خليوه يبرد مزيان، كيف قلت لكم خليوه يبرد مزيان. إلا كنتو زربانين بيه ديروه في الفريغو دغيا كيبرد. ها نتوما كيف كتشوفوا كي كنقطعو كيتفرتت ما حتى شي حاجة، كيجي كريمي، كيجي القوام ديالو. غير تبعوا نفس المقادير اللي عطيتكم. صراحة ينجح معكم من أول مرة الصراحة هاد صافي كنقطعو هكايا. من الأحسن ملي نكونو كنقطعو كنمسحو هكا الموس باش مكيبقاش باش كيبقى لنا هكا الفينيسيون ديال التشيز كيك ديالنا زوينة وما كنخسروهش. راكم عارفين كيلصق في الموس داك التشيز أولا الجبن ديالنا. صافي أنا غنقطعو وغادي نقدمو معاكم مع لاصوص الشوكولا أولا كاناش الشوكولا، كديروا كاناش الشوكولا اللي بغيتو. كيف قلت لكم ضروري ما غادي نوريكم القوام ديالو، شتو كي كيجي للطب كيجي ليس. هنايا راه درت الكاناش الشوكولا كيف قلت لكم، كديروا الكاناش الشوكولا اللي بغيتو. صراحه داك المزيج ما بين الحموضه ديال التشيز ما خاصكم تجربوا باش تعرفوا. شتو كيف كينزل معاه. رائع رائع رائع، كريمي كريمي روعه. ما تنساونيش من لايك الى عجبكم الفيديو. يلا خليت لكم راحه، السلام عليكم.